أهلا بيكم في حكايات بنحبها مع رشا. كل يوم هنعيش حكاية جديدة فيها خيال ومغزى وضحكة من القلب. يلا نسمع حكاية النهاردة سوا. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه كريم. كريم كان عنده قلم رصاص ومسطرة وبراية، لكن أغلى حاجة عنده كانت الأستيكة الزرقاء. كل يوم كريم ياخد شنطته ويروح المدرسة، ولو حد غلط في الكراسة كريم يقول بكل فخر: استنوا، أنا عندي أستيكة تمسح الغلط كله. الأستيكة الزرقاء كانت صغيرة بس قوية جدا، تمسح الغلط وتنظف الورقة وتخلي كل حاجة تمام. وكان كريم بيحافظ عليها جدا، يحطها في جيبه الصغير وما بيدهاش لحد. في يوم صاحب يوسف كان حزين لأنه كتب في كراسته غلط كتير. قال له: كريم، ممكن تمسحلي؟ كريم فكر وبعدين قال له: ماشي، بس خليك حنين عليها. مرت الأيام وكريم بدأ يلاحظ إن الأستيكة بتصغر وبدأت تتعب وبقت بتتكسر لما يمسح بيها. وفي يوم وهو راجع من المدرسة لقاها اتقسمت نصين. زعل جدا وقال: ليه؟ أنا ما كنتش عايزها تخلص. لكن يوسف قرب منه وقال له: هي خلصت، بس كانت دايما بتساعدنا كلنا. وقتها كريم ابتسم وقال: يمكن الأستيكة خلصت، بس أنا بقيت أحب أساعد غيري زيها. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكايات. استنوني في حكاية جديدة. مع السلامة يا أحلى مستمعين.